بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معكم أخوكم عمر من قناة المحترف. اليوم إن شاء الله جايبكم درس طريقة إضافة أشياء على الفوتوشوب. طبعا هذا برا سلسلة تعليم الفوتوشوب للمبتدئين. هذا الدرس يعني في ناس طلبوا مني أنا أسوي دروس خارج السلسلة. يعني أنا الحين راح أنزل دروس من ضمن السلسلة ودروس خارج السلسلة. مع السلسلة إن راح أستمر عليها، ما راح أوقف. ومع ذلك راح أنزل دروس عشوائية يعني. طيب، بس ثواني بسوي منبه. الساعة 12:49. طيب، أوكي. طيب، أنا الحين راح أعلمكم كيف تضيف خط وفرش وأكشن وفرش ثاني بعد. شفتها الطير وقلت بحملها. طيب، وفلتر. هنا فلتر راح اشرح لكم الحين كلها. طبعا الملف هذا راح انزله لكم بالديسكريبشن. تحصلون ان شاء الله، تحصلون رابط تحميله. هذا مني لكم، هذه من تجميع طبعا. وش بعد؟ ايوه بس. وفي هنا خلفية سطح مكتب. خلفية سطح مكتب هذه من تصميمي انا. البساطة تصنع الجمال. يعني افهمها انت على طول. يعني التصاميم والفوتوشوب وكذا، اذا ما يطلع التصميم جميل الا ببساطة. اذا كنت بسيط، تصميم بسيط وناعم كذا يطلع جميل. انا هنا ما استخدمت اي شيء من فلاتر، ما استخدمت اي شيء من الاكشنات، ما استخدمت اي شيء من الاشكال. يعني في اشياء كثير ما استخدمتها، ما استخدمت الا هذا طبعا من تصميمي، اللي هو الشعر هذا والرابط. هذا شيء عادي يعني، ما فيه اي صعوبة. وهنا هذا الشكل فراشة، راح احمله لك بعد ان شاء الله. بس مو يعني مع المقطع هذا، مقطع جاي ان شاء الله. كتابة بس وخلفية سوداء كذا، طلعت جميل وطلعت ناعم وطلعت تصميم فيه فائدة. العبارة هذه راح تفيدك دائما. يعني تخيل كلمة فتحت كمبيوترك تقراها، يعني تفهم شيء، تفهم ان البساطة تصنع الجمال. طبعا هذه سويتها عشان المبتدئين، مع اني ادري ان مقطع ما دخل بالمبتدئين، بس بخالف هذه. طيب، نرجع لموضوعنا. طريقة إضافة أشياء على فوتوشوب. في أشياء ما راح تحصلها إلا بالفوتوشوب، اللي هي هذولي ما راح أحصلها بالفوتوشوب، اللي هي فراشة وأكشن وفلتر، ما أحصلها إلا بالفوتوشوب. الخط راح أحصله بكل مكان، يعني بالرسام، راح أحصله بأي برنامج ثاني، راح أحصله حتى بالفوتوشوب. طيب، أول شي بعلمكم طريقة وهي الخط. طريقة تثبيت الخط. الخط في طريقتين. في ناس عندهم ويندوز 7، واللي عنده اكس بي. ما ادري اذا كانت الطريقة هذه موجودة باكس بي او لا. الطريقة الاولى تفتح مثل ما انتم شايفين، تفتح الملف حق الخط بعد فك الضغط يعني. تضغط على تثبيت. مجرد ما تضغط تنتظر يتم الان تثبيت خط. طيب، الحين كذا خلاص. الحين ثبتناه، موجود. الحين لو تدخل في تشوب تبحث عنه تحصله. طبعا كيف تحصله؟ الاسم حق الخط اف سي او اف اس، بعدين شرطة تحتية، بعدين اي. نفتح الفوتوشوب الحين ونبحث عنه. طبعا انا صارت لي مشكلة مع الفوتوشوب، وهي اني حملت برنامج من برامج ادوبي، بعدين خرب الفوتوشوب، قال لي لازم تجيب سريال ومدري ايش وكذا. نو كان موجود سريال. عاد اذا خلصت مدته تجريبية راح احمل واحد جديد مع سريال مع كل شيء.
ننتظر شوي. مثل ما انتم شايفين طلعت لي حق المدة هذي، يبغى 10 ريال. المهم نفتح جديد، موافق. نروح حرف التي، ننتظر شوي بعد. اوكي، خطنا اسمه اف اس. ندور على حرف الاف. طبعا هنا تشوف حروف، يعني ام عفوا، هنا ام كذا. اذا وصلت حرف الاف توقف تبحث عن الحرف اللي بعده. ايوه هذا حرف الاف. اف غريبة. طيب هنا ما في شيء. اي صح، هو خط عربي مو بخط انجليزي. نبحث هنا حرف الاف. ايوه هذا هو اف اس شرطة اي، نفس هذا بالضبط. نجربه. نكتب مثلا سبحان الله. ما في اي فرق بين حصلناه. وفي طريقة ثانية بعد، وهي معليش. طيب في طريقة ثانية، تنسخ، تسوي كنترول سي او نسخ كذا، بعدين تروح كمبيوتر، بعدين تروح للقرص سي، بعدين على ما اعتقد ايوه تروح ويندوز. اذا دخلت قرص سي تروح لويندوز، بعدين تحصل ملف موجود جنبه حرف A فونتوس. تنتظر شوي يحمل الخطوط على حسب عدد الخطوط الموجودة لديك وعندك. هذه كل الخطوط عندي واجد ما شاء الله. كذا تضغط بس. اني محمل من قبل شيء ثبته قدامكم. لا طيب هذه الطريقة حقت تثبيت الخطوط. الطريقة الثانية اللي هي طريقة تثبيت الفراش، طبعا سهلة مرة. انك بس تضغط عليه مرتين، تروح أداة الفرشة، تروح هنا تنزل تحت، تحصل هذه هذولي اللي قبل شيء ثبتهم، من هذه إلى هذه، والباقي كلهم من أول مثبتهم. مثل ما تشوفين طريقة سهلة جدا. أو في طريقة ثانية، تضغط على السهم هذا، فيه الاسترات اللي قبل ممكن تحسب الزاوية هنا أو بالزاوية هنا، والله ما أذكر بالضبط. تروح هنا تحميل فراشي، بعدين سطح مكتب، نروح لما الفرشة اللي نبغاها تضغط عليها يحملك على طول بس. طيب نروح هنا الأكشن، بعد نفس الشيء، أتوقع إن في فرق. تروح هنا، في ناس عندهم اللي عندهم سيس 5 بيحصل هذه الأيقونة. لا عفوا هذه الأيقونة يدخل عليها على طول، بيحصل ملف اللي هو حمله، يضغط عليه هنا ينزل تحت. هذا هو في الأكشن اللي احنا حملناه. أو في طريقة ثانية بعد نفس الشيء، بس كيف؟ دقيقة. تروح هنا نافذة،
وينها عمليات، لازم تكون عليها علامة صح. طبعا هذه هي العمليات، اطلع لها برا، هذه عمليات. طيب اوكي. تروح عمليات، بعدين تضغط على، بعدين كيف، ثواني، ايه، الاصدارات القديمة تحصل هنا أيقونة تشبه الأيقونة هذه، تحصلها هنا أو هنا، ما أدري بالضبط وين. تروح لما تحميل عمليات، ترجع تدور ملفك اللي انت تبغى تحمله او الاكشن اللي انت تبغى تحمله، تضغط عليه وراح يحملك على طول. طبعا هذا هو الاكشن اللي احنا حملناه. طبعا ما بقالنا شيء، بس بشرح اللي باقي عندنا الفلتر. الفلتر خليه بعدين، بموضوع لحاله احسن لان الوقت انتهى. يعطيكم العافية. ان شاء الله الدرس عجبكم وان شاء الله انكم استفدتوا. اتمنى لكم حياة سعيدة ان شاء الله. تحياتي لكم، اخوكم عمر من قناة المحترف. السلام عليكم.